استمرارا لمسلسل فقد النقاط والاداء الهزيل للزمالك، الزمالك للمباراه الثالثه على التوالي ما بيحققش الفوز، وعلامات استفهام كبيره جدا 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 على الروح والاداء والشكل الفني والتكتيكي للزمالك. تابعوني انا صاحب الكره وتحليل مباراه الزمالك والاتحاد. هو الماتش ما فيهوش تفاصيل كتير، يعني هو تكايه او تفصيله معينه هي اللي خلت شكل الزمالك الهجومي مش احسن حاجه النهارده، وبان ان هو نفس الجمله اللي قلتها في مباراه اسوان انه اليف هجوميا. لاحظ معايا في مرحله بناء الهجمه، بص معايا 1 2 3 4 5 6 لعيبه من الزمالك تحت الكوره، انت عايز تطلع وتتحول هجوميا وتحاول انك تعمل خطوره على مرمى الاتحاد، تتكلم في اكتر من نص الفرقه كلهم تحت الكوره، 6 لعيبه واضحين قدامك. ولاحظ معايا كل المسافه دي اللي ما فيهاش ولا لاعب ابيض، ما فيش ولا واحد من الزمالك او الرباعي الامامي اللي هو عبد الشافي اللي بيزيد هجوميا، مصطفى شلبي اللي بيضم في القلب، سيف الدين الجزيري اللي جنبه، وزيزو اللي بيضطر انه يفتح الملعب عشان حمزه المسلوسي ما بيزيدش في الناحيه الهجوميه، فبالتالي كل المساحه دي فاضيه تماما، فانت مش عارف تتحول، مش عارف تقدر توصل من نص الملعب بتاعك للمناطق الهجوميه، فبالنهايه بتلاقي النتيجه ايه؟ شعلق الكره الطويله، كثافه دفاعيه اكتر لفريق الاتحاد، فبالتالي الزمالك بيفقد الكره بسرعه. تاني نفس الكلام، كل دول تحت الكره، انت بتتكلم في 4 لعيبه فقط هم دايما اللي موجودين في الحاله الهجوميه للزمالك، والباقي كله تحت خط الكره. ولاحظ معايا كل المنطقه والمسافه دي ما فيهاش ولا لاعب ابيض يقدر يستلم الكره عشان يوصل الزمالك لمناطق الاتحاد او لل 30 متر الاخيره. حتى زيزو، المفروض ان زيزو في الحاله دي بما ان ما فيش حد بيوصل لهم الكره، هو اللي بيبقى حل، هو مصطفى شلبي، ان هم ينزلوا لتحت عشان يستلموا الكره. زيزو مدي ظهره للعب ومكمل لقدام عشان يستلم الكره في ظهر دفاع الاتحاد، وهتلاقي 6 لعيبه من فريق الزمالك برضه تحت الكره، فبالتالي انت ما عندكش اي خطوره تذكر طول الجيم تقريبا. رجعت الكره لعمرو السيسي، عمرو السيسي فقد الكره، بدا فريق الاتحاد يتحول هجوميا عليك، لحد لما فيريرا خد باله من تفصيله وبدا انه يشتغل عليها نوعا ما. حمزه المسلوسي ما بيزيدش هجوميا، فزيزو هو اللي بيفتح الملعب، الناحيه اللي هناك عبد الشافي هو اللي بيفتح الملعب، خلى مصطفى شلبي بينزل يعتبر كتمركزه لاعب 10، وامام عاشور بيزيد هجوميا، فبتتحول نوعا ما في الحاله الهجوميه ل 4-1-4-1. بقى عندك 2 لعيبه بيستلموا الكره في قلب الملعب، و2 لعيبه شادين الملعب عشان يحاولوا ان هم يخلقوا مساحات في قلب الملعب للزمالك. امام عاشور بقى بيستلم الكره، وبص مجرد ما استلم الكره انت بتتكلم ان في لعيب في المساحه دي خرج مع امام عاشور فاتخلقت مساحه في القلب، لكن انت ما عندكش كثافه برضو هجوميه. لكن في النهايه بقى عندك لعيبه تقدر تستلم الكره في مناطق الاتحاد وتحاول انها توصل للمناطق الهجوميه. نفس الكلام بتنقل اللعب الناحيه الثانيه على مصطفى شلبي، ومجرد ما مصطفى شلبي استلم بدا الراجل اللي كان هنا يخرج عليه عشان يحاول انه ما يدلوش مساحه واولويه للكره، فده بدات تتخرج لعيبه الاتحاد من تمركزاتهم. لكن في النهايه مصطفى شلبي بيستلم، اقرب لاعب ليه عبد الشافي على بعد حوالي 12 13 متر، هنا سيف الدين الجزيري نفس المسافه على بعد 12 13 متر، فانت مفيش لعيبه قريبه منك. في النهايه انت ما بتعملش حاجه تدي احساس او ايحاء ان انت قادر تصنع الفارق، انت لقطت او قريت الفكره ان انت ما عندكش في منطقه قلب الملعب لعيبه تربط، فبدات تحط لعيبه تربط، لكن انت عندك فقر في الكثافه الهجوميه، ففي النهايه ما كانش ليك شكل خالص ناحيه الهجوميه. بص تاني نفس الفكره، بتتكلم في 2 4 6 لعيبه تحت الكوره و4 قدام. بص مصطفى شلبي بدا ياخد التعليمات او بدا يفهم التعليمات، انا هنزل لتحت شويه عشان اسحب المدافع معايا فاستلم الكوره فاخلق فجوه في دفاع الاتحاد. ولاحظ معايا زيزو هنا اللي بدا يسيب الخط وبدا يعمل الغير متوقع، بدا يضم في قلب الملعب شويه عشان يعمل دور الربط في قلب الملعب مع سير اللعبه. بص زيزو بقى فين، زيزو مجرد ما امامي يسلم له الكوره بين الاثنين دول يبدا يوصل زيزو بين الخطوط في منطقه خطيره جدا، لكن عشان لعيبه الاتحاد مقربين من بعض جدا ومقربين خطوطهم من بعض، فبالتالي امام عاشور خاف انه يعمل الباس الريسكي يقدر الاتحاد يفتك الكوره فيرتد هجوميا على الزمالك، ففي النهايه انت قتلت التمركز او الفكره بتاعت زيزو. تاني حاجه ان انت اصلا مش متحفظ حاجه زي كده، هي مجرد تصرف فردي من لاعب خلق لك موقف كويس، بس انت عشان مش مستعد له فبالتالي ما خدتش رد الفعل. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.